هذه رسالة إلينا نحن كجزائريين ورسالة إلى إخواننا المغاربة. كرة الندم، ما نقولش كرة القدم، كرة الندم. إخواننا يقتلون في غزة ويدبحون وإحنا نتناحر بيننا. بصح لابد للعقلاء أن يتحركوا. تخلي السياسة التي هي فن الكذب تفسد مودة الإسلام بيننا. من الاخر اللي كيامن بشي حاجه سميتها خويا في الاسلام ولا خويا المسلم يتفرج في هذا الفيديو هذا، واللي ما كيامنش بخويا ماشي مسلم وداك الشيء ديال التخربيق بلا ما يتفرج في هذا الفيديو، بلا ما يبارطاجيه ما والو، يخرج ما يتفرجش فيه. المهم اخواني، هذه هي الحقيقه اللي خصنا نديرو ونسمعوا بها. هذه هي النصيحه. بعد هذا الكلام هذا ما بقى ما يتقال. المهم بلا ما نطول عليكم، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. هذه رسالة إلينا نحن كجزائريين ورسالة إلى إخواننا المغاربة، أن الله تعالى قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وأنا ربكم فاتقون. والله العظيم يعني ما رأيناه حدث مؤخرا شيء يعني يندى له الجبين وشيء مؤسف جدا، لأنه احنا نعرفه باللي أنه مثل هذه التصرفات تصرفات جاهلية يعني. على جال واش؟ على جال كرة الندم، على جال هذا الجلد المنفوخ نخسر إخواننا. واحد السب، واحد التقريع بيننا، واحد الشيء عجيب جدا. إخواننا يقتلون في غزة ويدبحون وإحنا نتناحر بيننا من أجل كرة الندم. ما نقولش كرة القدم، كرة الندم فرقت الرجال. وسبحان الله معروف عندنا احنا كجزائريين كمغاربة، عبك بلي أقرب الشعوب إلينا سبحان الله من القادم هم المغاربة، وإحنا بالعكس أقرب. عندنا الحمد لله مع إخواننا حدود، لكن سبحان الله علاش هناك نقاط اجتماع كثيرة. أولا يجمعنا الدين، تجمعنا اللغة، احنا نفهموا ما يفهمونا، العادات والتقاليد هادو كلها هدمناها من أجل كرة قدم ولا كرة ندم. سبحان الله العظيم. وكاين سفهاء من طرفين، بعض سفهاء هم الذين أثاروا نار الفتنة، بصح لابد للعقلاء أن يتحركوا. هذوك خوتنا في الله وإحنا خوتهم في الله، يجمعنا الإسلام يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بين بعض الصحابة الأمر قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ورب العالمين يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة. أبك إحنا وهما شيء واحد. دوكا ما أفسدته السياسة الله يسهل عليهم. كيفاش نخلي السياسة التي هي فن الكذب تفسد مودة الإسلام بيننا؟ بلي كاين بزاف روابط بيننا. وقلت لك عندنا خوتنا من كل بلدان، خوتنا المسلمين كما على الإسلام. أنا مادام مسلم خويا في الله، مادام مسلم، بصح عندنا واحد الخاصية بيننا وبين المغاربة أننا قرب لهم بزاف، احنا هما كذلك. نجي سبحان الله على هذه كرة سوى والو يا أخي. وبعض السفهاء منا ومنا من الطرفين أيضا يشعلون نار الفتنة. هذاك خويا في الله وأنا أخوه في الله. سبحان الله. دو كاين نزاعات سياسية سهل، لا خطينا السياسة، احنا دين وإسلام وتربية وأخلاق إن شاء الله تعالى. فالإنسان لا يخوض في مثل هذه الأمور يا إخوان. اللي يجي يهضر لك يقول لك هذاك خويا في الله، خويا في الله وأنا أخوه في الله. والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: فاتقون سبحانه وتعالى. كما قال هذا الشيخ هذا الجزائري، والكذب السياسي. حنا تبعنا السياسة، شوف الفتنة كيفاش كانت من السياسة للشعب. دابا ولات حرب باردة بين الشعبين. الله يهديكم الله يهديكم. المهم بنادم راه كيخطأ، بنادم كيخطأ، ولكن المشكل هو انك تتمادى في الخطأ. انا خطأت شحال مرة، ولكن بنادم خصو يرجع ويتوب الله سبحانه وتعالى. راه هاد الدنيا هادي ما فيها ولا اخوان ديالي، بنادم يتوب الله وحتى حاجة ما بقات كتعجب. المهم نتمنى ان بنادم يعيق ويفيق. انا ما غاديش نقول لك دير ليا جيم ولا كومونتي ولا، المهم نوصل واحد الرساله اللي كنت غافل عليها، اللي كنت بديتها من الاول، وبعد تناقضات انتقادات بزاف ما قدرتش نصبر على داك الشيء، والرسائل وداك الشيء ما قدرتش نصبر على داك الشيء، وحبست تقريبا واحد المده طويله. هذه عاوتاني غنرجع نكمل على المشروع اللي كنت بديت
ان شاء الله. الله يوفق والله يعاونكم.